يا شباب لما يجي لنا حاله بتشتكي من generalized problem هنعالجها as a generalized disease. عندنا نوعين، يا اما هيجوا يشتكوا من بوني اكس يعني يقول عظمي كله بيوجعني، ودول الديفرنشال دايجنوزس بتاعتهم هتبقى غالبا يا اوستيوماليشيا يا فيتامين دي ديفيشنسي، يا اما نادرا اوستيوبوروزس، ده لازم يبقى حاجه متاخره قوي عشان يشتكي من بوني بينز، ودول احنا اللي بنعالجهم. الحاجه الثانيه ان هي تبقى بولي ارثرالجيا، هنعمل اي اس ار سي ار بي. طلعوا عاليين هنبعت للروماتولوجي، طلعوا واطيين يبقى المشكله دي عندنا احنا غالبا بتبقى ديبوزيشن ديس اوردر يا حاجه اندوكراين. الحاجات دي بنعمل لها التحاليل، لو طلعت المشكله ديبوزيشن ديس اوردر يعني العين نون تو بي ستون فورمر او عنده في اليورين كاستس او ريزيديوز، ده احنا اللي هنعالجه برضه. لو طلعت المشكله في التحاليل ان الاتش بي اي 1 سي عالي او التي اس اتش عالي، ده هنحوله لدكتور اندوكراين. الحقيقه الحالات اللي عندها فيتامين دي ديفيشنسي وعندها سكندري هايبر باراثايرويدزم ولقينا الباراثايرويد عالي في التحليل، ده عاده بره بيتحول للاندوكراين، لكن هنا في مصر احنا اللي بنعالج الهايبر باراثايرويدزم. لو لقيت الهايبر باراثايرويدزم ده ما بيتحسنش على فيتامين دي يبقى ده برايمري، لازم تبعته للجراح يتشيك الباراثايرويد هرمون. وفي الاخر دايما لما يجي لك عين بيشتكي من بولي ارثرالجيا او جنرالايزد بوني اكس، فكر في صوره اكبر، فكر في فكره جنرالايزد او سيستميك ديزيز rather than انك انت تفوكس على ركبه او كتف او ظهر. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه عظام في القصر العيني، وبشتغل ارثروبلاستي وبلفيك اند جوينت ريكونستراكشن. تابعوني عشان تعرفوا معلومات اكتر ونصائح اكتر لزمايلنا شباب جراحه العظام.